انت الواحد مثلا يحس ان هو لو بياخد اكس خلاص تمام. ان اي مليم هتستخدمه من الكريدت كارد تسدده للبنك في نهايه المده المحدده او قبل نهايه المده المحدده. اكتب الحسبه دي لنفسك، انه لو انا بكره مش موجود محتاج كام عشان يامن مستقبل مراتي وعيالي. طيب خلينا نتكلم عن بذكر الديون يعني. خلينا نتكلم عن تسديد الديون. هل في نصايح معينة لتسديد الديون، سواء كانت بقى للكريدت كارد او لديون او لقروض شخصية شخصيه او كده. لحد او كده؟ طيب هو في طبعا في 3 طرق، في 3 استراتيجيات مختلفه عشان تتخلص من الديون. دي مهمه قوي لاي حد عليه فلوس و... وحياته متعسفه بسبب ان هو عليه فلوس، وازاي عايز يتخلص منها. عندك 3 طرق علشان تعملها. خلي بالك مفيش ولا طريقه من اللي انا هقول لك عليهم دول سحر. مفيش ولا طريقه من ال3 اللي هقول لك عليهم دول اللي هو بص هوبا انت هتحط فلوس هنا تطلع لك من هنا وتروح مسد. مفيش الكلام ده. هما 3 طرق، ال3 مش سهلين بس ال3 قابلين للتنفيذ وبيحلوا. لكن انا مش هقول لك الطريقه السحريه بتاعت انك ازاي تخلق فلوس من الهواء عشان تسدد بيها ديون عليك، ده كلام فارغ. انا هقول لك ال3 استراتيجيات وانت تطبق المناسبه بالنسبه لك على حسب انت وسيكولوجيتك النفسيه ايه، لانه في جزء كبير من نجاح الحياه الماليه معتمد على السيكولوجيه. يعني في ماده في من ضمن المواد اللي درستها في الماجستير انك انت ازاي تركز في التأثير النفسي على قراراتك المالية. يعني في مادة اسمها behavioral finance اللي هو التأثير النفسي على سلوكك المادي، وده ليه عامل كبير جدا. نرجع للاستراتيجيات بتاعة تسديد الديون. في 3 استراتيجيات مشهورة. في استراتيجية السنوبول اللي هي كرة التلج. في استراتيجية الافالانش اللي هو عارف لما الناس بتعمل سكي في الجبال والتلوج وكده، وتلاقي فيه كميه تلج فظيعه راحت منحدره كده وبتروح واخده كل اللي في سكتها. دي الافالانش. وفي الطريقه الثالثه اللي هي كونسوليديشن اللي هي انك انت تجمع الديون. تعال نتكلم على واحده واحده فيهم بالراحه ونشرح، لان كل واحده ليها مزايا وعيوب. الطريقه الاولانيه اللي هي السنوبول، انه انا عليا دين 2 3 4، عليا عدد كبير من الديون في اماكن متفرقه وكده. الطريقه دي بتقول انك انت تبتدي تسدد الديون اللي عليك واحد ورا التاني. يعني انت عليك 4 أو 5 ديون في اماكن مختلفه، واحد لبنك، واحد لكريدت كارد، واحد لكريدت كارد تاني، وعليك فلوس لواحد صاحبك مثلا. خلاص. فانت عليك ال4 ديون دول. الطريقه دي بتقول لك ابتدي باصغر دين فيهم، وركز في انك انت تسدد اكبر مبلغ تعرف تسدده في اصغر دين فيهم، وخدهم واحد ورا التاني. فانت عليك 4 ديون، ابتدي سدد اصغر دين فيهم مع الحفاظ على انك انت الديون الباقيه دي تدفع فيها المينيمم اماونت علشان ما يرتبش عليك فوائد او عشان ما يديكش بينالتي او يحط عليك تشارجز او كده. فانت ابتدي بالدين اول واحد فيهم، اصغر واحد فيهم، واخلص منه. من اجمد ميزات الطريقه دي ان هي بتدي لك احساس بالاتشيفمنت، بتدي لك احساس. وهنا بقى يخش العامل النفسي اللي كنت بحكي لك عليه في البيهيفيرال فاينانس، ان انت عليك 4 ديون بقوا 3، بقوا 2. فانت بتحس بالتقدم وبتحس بالبروجرس، وانك انت تخلصت من عبء كان عليك واحده ورا الثانيه. من عيوبها انه الفوائد ممكن تتراكم على بقيه الديون اللي انت ما بتسددش فيها. ممكن تبقى في حاجات ديون تانية اكبر شويه والفوائد اللي عليها اعلى، فده هيتراكم عليك شويه. لكن احساس الاتشيفمنت بتاعت ان انت تنجز دين ورا التاني ورا التالت ده بيدي لك دفعه للامام. وخلي بالك من نقطه مهمه، كل الطرق ال3 اللي انا هشرحهم دول لو انت بتسدد الديون فيها ايا كانت الطريقه اللي انت هتختارها، لو لسه مستمر في استخدامك للدين بطريقه غلط ده مش هيساعدك. فانت لازم تنفذ دول حفاظا في نفس الوقت على فكره ان انت ما بتصرفش من الناحيه التانيه بتزود ديونك. فلازم تركز في دي. فاول طريقه طريقه السنوبول، ابتدي بواحد واحد، واحد ورا التاني ورا التالت من الصغير للكبير. الطريقه التانيه اللي هي الافالانش، الاستراتيجي دي بتقول لك انك انت تبتدي باكبر دين عليه اكبر فوائد. فانت هتشوف عليك 3 4 ديون نفس اللي احنا اتكلمنا فيهم، هتروح جايب اكبر دين فيهم باعلى نسبه فايده بتدفعها، وتبتدي تركز كل مجهودك في انك تركز في ان اكبر رقم تقدر تسدد بيه الديون اللي عليك من دخلك يروح لاكتر دين عليه فوائد عاليه. تمام. وتبتدي تخش على اللي بعديه واللي بعديه وهكذا. الطريقه دي برضو كويسه بس ممكن تبقى بتستنزف منك فلوس كتير، لان عاده الدين اللي عليه فوائد كبيره ممكن يبقى هو الدين الكبير والرقم الفايده اللي عليه. فعلى ما تحس انك انت انجزت وخلصت لسه عليك اعباء الديون التانية اللي فاضله. ما بتحسش بالسنس اوف اتشيفمنت او البروجرس زي السنوبول. بس ممكن تبقى مناسبه جدا لحد عليه دين معين بفايده عاليه جدا، يبقى الاحسن له ان هو يخلص من ده الاول. الطريقه الثالثه اللي هي الكونسوليديشن. الكونسوليديشن ده يعني ايه؟ يعني انك انت تجمع كل الديون دي في مكان واحد.
انت عليك دين في كريدت كارد والتاني، وعليك دين لشخص، وعليك دين بيرسونال لون من بنك مثلا او كده، تروح رايح لمكان بنك او شركه كريدت كارد او اي حد فاسيليتيتور للفلوس دي، وتروح واخد منه قرض يغطي كل الحاجات دي، وتروح دافع كل القروض المختلفه اللي عليك دي، وبقى عندك مكان واحد بس هو اللي انت بتتعامل معاه، وتعمل اعاده جدوله وتدفع اقساط على مده مريحه بالنسبه لك، ويبقى في مكان واحد بتسدد فيه كل اللي عليك وخلاص. مش محتاج تهرب من ده، ومش محتاج تكلم ده، ومش محتاج البنك الفلاني ما تردش على تليفوناته والكلام ده كله. تعمل كونسوليديشن، تاخد الفلوس دي من مكان واحد وتسدد كل اللي عليك، وتبقى شغال مع المكان ده وبس. بس زي ما قلنا الثلاث طرق دول عمرهم ما هينجحوا الا لو انت مع اللي بتعمله في ايا كانت الطريقه اللي هتستعملها محافظ على انك انت ما تزودش الديون دي بمكان تاني. ما تروحش تعمل كونسوليديشن وتاخد فلوس من بنك تسدد بيهم الثلاث اربع بنوك التانيين، وتروح فاتح كريدت كارد رابع تبتدي تصرف منه كده، بقى ما عملناش حاجه. فانت علشان تخلص الديون، وانت عشان عليك ديون يعني انت مزنوق او مش ممشي حياتك الماليه صح، او طلع لك اي حاجه مفاجاه في النص خلتك تضطر يبقى عليك الديون دي، لو حاجه استثنائيه تمام. انما لو دي هابت عندك، لو دي عاده عندك ان انت بتصرف غلط وبتشتري من الكريدت كارد وبتجيب حاجات انت مش محتاجها، دايما بيقول لك الكريدت كارد ايه؟ الكريدت كارد هو طريقه انك انت تشتري حاجات انت مش محتاجها بفلوس هي اصلا مش بتاعتك عشان تتمنظر بيها على الناس. يعني عايز افتكر كان مين اللي قالها او بتتقال بطريقة تانية انه credit card is to buy things that you don't need with money that you don't have to impress people that you don't like. اغلب الحاجات اللي بتشتريها بالكريدت كارد بتبقى ليها علاقة اكتر بالمنظرة. يعني خلينا ما نضحكش على بعض، عايز اشتري اجمد ايفون، عايز اشتري الشنطه الفلانيه، عايز اشتري العربيه الفلانيه عشان مش عارف مين راكب العربيه، فانا لازم عربيتي تبقى فهستلف من هنا واسدد من هنا وادفع من هنا ما الكلام ده مش هيوديك في حته، الكلام ده هيدخلك في دوامه من الديون مش هتخلص منها. فاستعمل كريدت كارد صح، استفيد منه واستفيد من السكور اللي بتاخده واستفيد من البوينتس بتاعته وانقذ موقف وكل الكلام ده، وسدد كل اللي عليك في ميعاده كده تمام. الناس اصلا بتعمل عكس كده تماما. ناس كتيره بتعمل عكس كده الناس اه بتاخد الناس فلوس بتعتبر الكريدت ان فلوس دي الكريدت دي فلوسها. يلا لا نصرف يعني. دي مش فلوسك. طيب خلينا احنا جبنا سيره الكريدت والكلام ده، خلينا نتكلم على الاقساط، تقسيط. انا واحد من الناس كنت اقول ايه، معايا فلوس ادفع كاش واشتري، معيش فلوس ما اقسطش. تمام لحد فتره معينه، وبعد كده لقيت ان التقسيط ده ليه لا يعني، بس طبعا محسوب يعني. فعايز اعرف رايك في الموضوع، اقسط ولا لا؟ هو على حسب ايه، على حسب لايه. لكن خليني اقول لك على معلومه ممكن تبان غريبه شويه. يعني زي من شويه اتكلمنا على ايلون ماسك واشترى تويتر بقد كده ومليارات، وهو ايلون ماسك ثروته داخله على الربع تريليون دولار. ما شاء يعني الله. وقت لما اشترى تويتر كان معدي ال 200 مليار دولار. ربع تريليون دولار دي ميزانيه دول. فهو الراجل معاه فلوس يعني كسيب يعني. بس لما جه يشتري تويتر في الوقت ده اعتقد كان ب 40 مليار دولار، يعني اقل من ربع ثروته. يعني بمنتهى السهوله يحط ايده في جيبه ويطلع ال 40 مليار دول ويدفعهم، بس هو ما عملش كده. هو اغلب الفلوس ولا نص الفلوس اللي اشترى بيها تويتر كان مستلفها من بنوك، وكان مستلفها من اماكن مختلفه، مع انه يقدر يدفعها بس ما استلفش. واغلب الاغنياء بيعملوا كده. هنا لازم تفرق كويس قوي ما بين الجود ديت والباد ديت، الدين السيء والدين الجيد. الدين الجيد هو الفلوس اللي انت هتاخدها من مكان وتحطها في مكان يجيب لك فلوس، زي ما بتعمل في العقار. بتستلف من البنك وتشتري عقار، وده قيمته بتزيد وبتأجره وبيدخل لك دخل، ده دين كويس. الدين السيء انك تستلف من البنك عشان تشتري جزمة، ولا تشتري شنطة ماركة مش عارف ايه، ولا تشتري لبس اكسسوارز ده غلط. لازم تفرق ما بين الدين الجيد والدين السيء. من الديون الجيدة ديون بيكون ليها اقساط، زي ما هو عمل ان هو الاسيت اللي اشتراه ده، هو تويتر ده ما هو في يوم من الايام هيجيب له فلوس، تمام؟ فده خد الفلوس دي استلفها من البنك، مع انه يقدر يدفعها كاش، بس عشان يخلي الكاش ده شغال في حتة تانية، شغال في البيزنس بتاعه، شغال في سبيس اكس، شغال في تسلا، شغال في المشاريع بتاعته اللي ممكن تجيب له فلوس وتجيب له ارباح اعلى من اللي هيكون بيدفعها للبنك. فدي نقطة فيصلية. انا لو دفعت الحاجة دي كاش ده ممكن يبقى في مصلحتي احيانا، ولو اخدت قسط من البنك علشان اشتري نفس الحاجه دي ده برضو ممكن يكون في مصلحتي في وقت تاني. هي لازم تبقى حسبة كده. طب انا هاخد القرض ده بكام دي، يعني هدفع فوائد قد ايه عليه ولمده قد ايه. لو انا خدت قرض علشان احطه في حاجه هتجيب لي عائد اعلى من فوائد القرض، يبقى اعمل كده طبعا. انما لو خدت من فلوسي عشان ما ادفعش اقساط لمجرد اني مش عايز ادفع اقساط، ده ممكن ما يكونش في مصلحتك.
فهي بتعتمد على انت هتعمل ايه بالقسط ده. القسط ده رايح فين؟ رايح في حاجه هتجيب لك فلوس ولا رايح في حاجه هتطلع منك فلوس؟ طيب خلينا نروح لحته غريبه كده، كنا بنتكلم بره التصوير يعني على موضوع الاولاد والتربيه والكلام ده كله، حاجات عائليه بقى شويه. بس انا كنت بتكلم في حته ايه، ان انا يعني دايما مع اولادي حاجتين، ما بزقهمش دايما ناحيه التعليم اللي هو يعني طبعا يتعلموا كل حاجه، بس اللي هو مش لازم افرض عليه يخش زي زمان كده طب او هندسه او بتاع. اي مجال هو حابب يخش فيه يخش. والنقطه التانية كنا بنتكلم عن الموضوع بتاع الوقت، ان احنا تضييع الوقت اللي هو احنا ادركناه لما كبرنا، احنا ليه ما كناش بنستغل الوقت ده. يعني انا في اوائل العشرينات كنت الوقت بحاول اتفنن ازاي اضيعه عشان الوقت يعدي. عدى علينا الوقت ده. فالنهارده بقول بندم على الوقت ده، وبقول لعيالي يعني ايه ما تضيعوش الوقت ده. فخلينا نتكلم في الموضوعين دول. موضوع ان حد رايح يعني لحاجة معينة هو حاببها وحابب يذاكر فيها وبتاع، فانا ازقه جنب طبعا الجامعة وجنب المدرسة وجنب الكلام ده. بس ايه، يبقى في حتة من الاهالي ان هم يزقوا ناحية اللي في الاخر هينفع يعيش بيه يعني. بص، هي السؤال ده ظريف جدا وهدي لك رأيي فيه، بس ده مش عن خبرة في مجال دراستي، يعني ده جزء تنمية بشرية كده إلى حد ما. أنا هتكلم فيه من منطلق إن أنا أب، وهتكلم فيه من منطلق إن أنا شخص كان في وقت من الأوقات بيضيع وقت كتير قوي، ودلوقتي بقيت بحس بقيمة كل دقيقة في اليوم وإزاي تستغل أحسن استغلال. طب انا هقطعك. قول لي. للي ما يعرفش فؤاد يعني عن قرب، يعني هو الراجل ده يا جماعة عايش على الكالندر. حياته كلها عبارة عن مربعات كلها ألوان كده مختلفة. من 5 ل6 هعمل كذا، من 3 ل4 هعمل كذا. بينام الساعة كام؟ مش يلا. خايف أقول للناس لا قول قول قول. يعني أنا بنام على يعني 6:30، بطلع مثلا على 7 6:30 يا بعد جماعة، عشان الظهر. للي مش فاهم 6:30 دي ايه، هي 6:30 المغرب اه يعني، مش مش الفجر. 6:30 الفجر. يعني هو ما بيطبقش الصبح، هو بينام لأن الساعة أنا باصحى بدري أوي، ستة فلازم ونص بالليل أو 7، آه. وبيصحى الساعة 2:30 باصحى ما بين بالليل 2:30 يعني. و3. أنا بيبقى فهو عندي ده وقت غريب من آه، اليوم. آه، وبعدين فؤاد لما بنحب نكلمه، يعني هو عشان يجي يقعد معانا النهارده احنا بنكلمه، بيقعد يبص في كالندر ويشوف الوقت، وانا من الساعه 2 ل 2 ونص هاكل 30 جرام خس و... صح، ومن صح. مش عارف الساعه كام للساعه هو كام ده هيبقى زيادة برضه عندي شوية، يعني أنا مبالغ يعني شوية في انا يعني الحكاية انا دي. حاولت طبعا ايه، يعني انا متاثر بيه جدا في الحياه العمليه، فحاولت اقلده. مش فشلت، انا ما جيتش يعني ما هتاخد شوية والله. وقت، هتاخد شوية يعني وقت. كنت بقول له انت 100% من الجدول بتعمله تقريبا. انا عملت 10 15% وتعبت. ف بص، هو أنا ما كنتش كده على طول. أنا اه في أوقات باقول لك دي من أكتر الحاجات اللي أنا ندمان عليها، إن أنا كان بيعدي عليا وقت أنا مش عارف أضيّع اليوم في إيه. أنا مش عارف يعني كان عندي شغلي وعيلتي وكل حاجة برضه، الكلام ده من سنين يعني، بس كان بيبقى عندي وقت فاضي كتير جدًا. النهارده باندم على كل وقت من ده، فده reverse psychology كده، يعني زي ما تقول إيه، باعوّض اللي أنا كنت باعمله. فأنا بقى لي سنين فعلًا ماشي على النظام ده، لإنه اكتشفت إن أكتر وقت في اليوم productive بالنسبة لي هو الوقت الفجرية ده، لمّا أنا زي ما قُلنا أنا باصحى 2:30، 3، وعندي حاجات كتيرة جدًا باعملها من الوقت ده لحد لمّا عيالي يصحوا من النوم بقى وهنبتدي نضبّط المدارس والكلام ده كلّه. فعندي حاجات كتيرة بانجزها في الوقت ده. أنا زي ما قُلنا من الأول أنا مدمن تعليم ومدمن قراية، فأنا عندي ساعتين 3 في اليوم كل يوم لازم أقعد أذاكر أو أقرا أو شوية meditation على شوية رياضة، على أمشّي الكلب شوية والكلام ده، على أمّا أرجع يكون العيال صحيوا، لسه عارف فباكون موضوع أنجزت الكلب ده على كتير يعني. فكره. إمم؟ لسه عارف موضوع الكلب ده، ما لأ، اعرفش ان ده الجدول فيه كلبه مرغني ده برضه مهم أوي يعني، يعني. حتى الfollowers على اليوتيوب عارفين مرغني، طلّعته معايا مرّة كده. هو لا هو لا لا. هو اسمه ليو، بس أنا مش عارف ليه باقول عليه المرغني يعني. فده برضه بياخد له نُص ساعة في اليوم الصبح كده، بس في نفس الوقت باكون مشغّل audio book في ودني، علشان أنا لازم أكون أي وقت فاضي أكون باتعلّم فيه حاجة. كُنّا بنتكلّم في إيه بقى إحنا قبل القصة بتاعة مواعيدي دي عشان الكالندر لا لا، والكلام كنا ده؟ بنتكلم على تضييع الوقت آه، للاولاد يعني. للأولاد. فأنا هاتكلّم من منطلق إن أنا أب، ومن منطلق إن أنا ضيّعت وقت كتير أوي، وباندم على الوقت ده. فالنهارده باحاول أحافظ على كل ثانية في اليوم واستغلّها أحسن استغلال. يعني أنا مع أولادي باحاول أغرس فيهم حتّة إنه آآ قيمة الوقت. الوقت ده حاجة، في حاجات كتير أوي لو راحت ممكن ترجع تاني. الوقت ما بيرجعش. لأي حد، لأي بني آدم في أي بلد، في أي دولة، في أي قارة في العالم، الوقت اللي بيروح ما بيرجعش. الفلوس اللي بتروح ممكن ترجع. الصحة ممكن تنزل شوية وترجع تحافظ عليها وترجع. الوقت اللي راح منك خلاص ده منتهي. فأنا باحاول أوصّل لهم دي، بس خلّي بالك من حاجة مهمة أوي.
ولادك مش هيعملوا اللي انت تقول لهم يعملوه، ولادك هيعملوا اللي بيشوفوك بتعمله. يعني هم هيقلدوك، بس احيانا هيسمعوا كلامك، اعمل كذا وما تعملش كذا، اعمل كذا، احيانا هيسمعوا كلامك في ده، انما معظم الوقت هيعملوا اللي بيشوفوك بتعمله. ف انا دي بنتي مثلا لقطتها مني. يعني انا بنتي عادي جدا، انا زي ما قلنا بصحى 2 ونص 3، ابقى خارج من الاوضه عندي الاقي النور عندها منور، افتكرها نامت وسابته، اخش افتح عليها الاقيها قاعده ماسكه كتاب وبتقري. انت بتعملي ايه يا ماما؟ ما تخشي تنامي، ما تمسكي الموبايل. وهي ما عندهاش موبايل لسه، يعني جينات هي 11 سنه بس، ما شاء الله. ماسكه كتاب وقاعده بتقرا. هي بتشوفني على طول بقرا، فنفس بتحاول تقلد نفس الحكايه. ابني مختلف شويه، ابني برضو لان هو اكبر شويه، فهو عنده حته جيمنج والعاب وكده، وهو برضو كان بيقرا وقرا كتب كتير وبيتفرج على حاجات برودكتيف كتير، بس في نفس الوقت عنده الحته بتاعت الجيمنج وعايز العب وبتاع. بس انا يعني اتثبت في مره كده انه اول لما الموضوع ابتدى اخش عليه الاقيه بيلعب جيم. بعد شويه بقيت بخش عليه الاقيه بيتفرج على واحد بيلعب جيم، يعني بيلعب اركيد او حاجه زي كده على البي سي. الموضوع اتطور، بقيت بخش عليه الاقيه بيتفرج على واحد بيلعب وبتسمع الكومنتس بتاعته وبتسمع تعليقه على لعب فهو ده ترند عند السن ده دلوقتي. فهو عنده حته تضييع في الحته دي شويه، بس على الجانب التاني برضه هو ملتزم رياضيا جدا، وبالرياضه شيء مهم واساسي في حياته. كل يوم عنده تمرين مختلف، سواء كان تيبل تنس او بيلعب بوكس او كده، فبرضه دي بتشيد دي شويه. بس نرجع لنقطه تضييع الوقت. انت مش هتعرف تجبر ولادك ان هم يستغلوا الوقت صح. انت اللي ممكن تعمله ان انت تستغل وقتك صح، وهم هيبقوا عايزين يعملوا زيك، او هم هيحاولوا يقلدوك، او على الاقل ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله. يعني دي حته كده تنميه بشريه مش في مجالي خالص، وانا مش اختصاصي اداره اطفال او تربيه او كده، فانا الكلام ده لا لا، افكار بس، مش بس هي الفكره ان احنا مش ننصح، نصيحه يعني. يعني ننصح الشباب والاطفال، ويعني اللي هو لازم يقدر وقته صحيح. يعني. سواء على فكره برضو انا عندي اعتراض بس بسيط كده مع اللي كنت بتقوله، هو الجيمنج انا مش شايف برضو ان هو تضييع وقت. امم. يعني اللي هو في بنفيت من وراه ان هو بقى احسن، بقى اسعد. امم. ده صحيح، ده او صحيح. هو ممكن يبقى جيمر النهارده في مسابقه جيمز اصلا شغاله طبعا. في موسم الرياض. صحيح. حاجه محترمه جدا. صحيح. هو الموضوع يبقى وحش لو هو ما بيعملش حاجه تانية غير ده بالظبط. ومش هيستفيد بده. انما انت بالظبط. ممكن ابنك يبقى جيمر، والنهارده خاص اصل العقليه القديمه بتاعت انا ابني لازم يطلع دكتور، انا ابني لازم يطلع صيدلي، صح. انا ابني لازم يطلع ضابط. العقليه دي مش مناسبه قوي دلوقتي، لان في حاجات تانية جديده بتفتح، وفي اي ايز جديده هتنزل تشيل نص الشغلانات دي، في تغييرات بتحصل على الكوكب الفترة دي بسبب التكنولوجيا والتطور والاي اي والكلام ده كله. فالعقليات القديمة بتاعت دكتور مهندس ضابط الكلام ده خلاص مش شرط يكون هو ده الصح. ممكن يطلع جيمر، ممكن يطلع يوتيوبر. انا ما عنديش اي اعتراض على ان ابني يجي يقول لي انا عايز اطلع يوتيوبر، بس انا هيبقى عندي اعتراض لو انت عايز تطلع يوتيوبر بتذاكرش. وبس وما بتعملش حاجة لده. بالظبط. فهو انا بكره هبقى مستر بيست، لا. ما انت عايز تبقى يوتيوبر، في حاجات كتير قوي لازم تذاكرها. لازم تفهم ديجيتال ماركتنج، لازم تفهم الالجوريثمز، لازم تفهم الحاجات دي بتمشي ازاي، لازم تقعد تكتب، ولازم تقعد تذاكر، ولازم تقعد تجيب عده التول اللي انت هتبقى بتستخدمها دي. هم ما بيفكروش كده، هم بيفكر انا هقعد قدام الكاميرا واتكلم وهبقى مليونير. ما انا فيش الكلام ده. اوقفك في حاجه كده. فاكر احنا كنا مره بنتكلم، دي حاجه يمكن نرجع تاني للشانل بتاعتك والتجهيز والمعلومات اللي انت بتقولها. عشان في ناس برضو على الشانل مثلا يقول لك ايه الكلام ده مش مظبوط. امم. هو بيبقى في الاخر انت البيز بتاعك ايه وانت بتقول كده اه. يعني. يعني خلينا برضو بعد ده نتكلم عن الشهادات بتاعتك. انا بشوف مثلا كومنتس عندك على فيديو معلومات، انت ممكن المعلومه تقعد فيها يومين وثلاثه. انا عارف انت كويس قوي انت بتعمل ايه، ويعني هستأذنك احكي لنا يعني. فلاقي واحد هو الباك جراوند بتاعته مثلا، يعني مع احترامي الناس كلها، هو ما جاش خالص في امم. اي حاجه. امم. بيتكلم على معلومه انت قعدت تدرسها يومين وثلاثه. فبس احكي لنا عن الحته بتاعت ازاي بعمل اليوتيوب، الفيديو والكونتنت ده ازاي بتكتبه. لان فؤاد طبعا هو بيكتب لنفسه يعني. مفيش حد بيجي يكتب له اللي هو هيقوله فيقوله، لا، ده بيقعد يذاكر كل كلمه بيقولها. فعشان برضو الشباب الصغير اللي بيقول لك انا عايز ابقى يوتيوبر، هو فؤاد في بيكتب مجهود ورا الحلقه، بيصورها، بيمنتجها. يعني ما بيعملش كل حاجه دلوقتي، بس هو عشان يوصل للحته دي هو عدى بكل حاجه بتتعمل، واي حاجه بتتعمل عشان يوصل للحته دي. هو انا بعاني شويه من الكومنتس اللي من النوعيه دي، وبتوترني وما ببقاش عارف ارياكت ازاي، لان اي رياكشن هعمله يعني
فيديو مثلا 30 ثانيه، انا عشان اكتب الفيديو ده ممكن اقعد مثلا ساعتين 3 وممكن اكتر. انا ممكن فيديو 30 ثانيه عشان اكتبه اقرا كتاب او 2 كاملين علشان اطلع المعلومه الفلانيه او اتاكد من المصدر الفلاني او غيره. فانا ببذل مجهود كبير قوي في كتابه الحلقات، وطبعا مفيش حد صح 100%، ممكن يبقى في غلطه هنا، سهوه هنا، عادي ان ده يحصل. بس في احيانا معلومات انا بقولها عن دراستي، بقولها عن انا بقالي من 2011، يعني قبل كده بشويه طبعا، لكن من 2011 بالذات لحد اليومين اللي احنا فيهم دول انا بقالي 13 14 سنه بذاكر. يعني انا بقى عندي ادمان مذاكره وقرايه ولازم اخلص شهاده اخش في الشهاده اللي بعدها، اخلص شهاده اخش في الشهاده اللي بعدها. يعني الموضوع ابتدى يوتر مراتي، يعني لو بتقول لي دي اخر واحده، كل واحد يقول لي دي اخر واحده، وهنا لا معلش بس في دبلومه سنتين، بس بفكر في الدكتوراه اصلا. هي الموضوع معايا اخد اكستريم شويه. فانا طبعا عندي شهادات كتيره جدا ممكن عايز ابقى اعمل لها حلقه على اليوتيوب في الفاينانشال بلاننج وفي الدراسات اللي انا عملتها لمجال تخصصي يعني. وفي حاجات انا بقولها بيزد على دراسه، وبيزد على علم اتعلمته، وبيزد على كتب قريتها، وبيزد على دوكيومنتريز اتفرجت عليها، وبطلع بمعلومه عاده المعلومه دي ما بتكونش المتعارف عليه او العادي، والا هبقى انا اضفت ايه. ففي كتير بطلع معلومات من اللي هي ممكن تبقى غريبه شويه ولكنها صحيحه 100%. فلو لكونها غريبة شوية، الناس اللي بتستغربها بقى وتخش ترد أشهر كومنت بقى إيه الهبد ده، أنت بتجيب الكلام ده منين، مش عارف. وأنا الناس دي ببقى عايز أقول له أنت دارس إيه، أنت قريت إيه، طب أنت اتعلمت إيه، طب أنت في سنة كام، طب أنت وبعدين بقول أنا مش هخش في الديبيت ده خالص. يعني خلاص اللي عايز يقول حاجة يقولها، بكبر دماغي يعني، لأني مش عايز أوجع دماغي بالقصة دي يعني. لكن المجهود اللي بيتحط في كل فيديو عشان اجيب المعلومه، ومع ذلك انا بقولش انها مليون في المية لازم تبقى صح، اكيد ممكن يبقى فيه غلطه هنا او هنا. لكن انا بتضايق قوي من اللي هو انا بتخيل الشخص اللي بيرد، عارف انا بعمل ايه؟ اغلب الناس اللي بترد ردود مستفزه على فيديو اكون عملته او كده، كتير منهم يعني مش كله طبعا، لكن كتير منهم بتكون ثقافتهم محدوده جدا كده. لا بتكلم في حاجه دارسها بقالي سنين، ومعلومة financial هو بتعدّي عليه كده مرور الكرام يعني، ويروح داخل ضارب comment. فعادةً الناس دي بتكون ثقافتها محدودة شوية. فأنا الحاجة الوحيدة اللي ممكن أعملها أحيانًا إنه يخش واحد يكتب لي comment سلبي من الcomments دي، أنا باسيب تمامًا الcomment اللي هو قاله، وباقعد أصلّح له الغلطات الإملائية في اللي هو كاتبه. ايوه، انا دي عارف ان بالنسبة انت بتعمل لي كده. يعني satisfactory جدًا، إن أخش أقول له كلمة كذا بتتكتب بالطريقة دي مش بالطريقة دي. باحاول في ناس تانية أنا ما بافهمش فعلًا التعليق بتاعهم من بابه من كتر الغلطات الإملائية، فده بارُد عليه أقول له يعني معلش أنا ما فهمتش تعليقك من كتر الغلطات الإملائية فيه، وأروح مدّي له link لليوتيوب لقناة محو أمية أو حاجة زي كده. ف ده عادةً لمّا يكون حد aggressive شوية أو شتم أو قال لفظ خارج أو كده، مع إن دول قليلين، لكن بيحصل في الفيديوهات اللي هي بيبقى عليها، بيحصل في الفيديوهات اللي هي controversial شوية، اللي هي بيبقى عليها لغط شوية. لكن زي مثلًا الفيديو بتاع تحويش. الدهب، الفيديو بتاع الدهب. الفيديو ده لمّا عملته عمل قلبان. أنا الفيديو ده باقول فيه بمنتهى البساطة، أنت لو اشتريت دهب في سبتمبر 2011 وفضلت محتفظ بيه لمدة 10 سنين، هتيجي في سبتمبر 2021 وهتلاقي نفسك كسبان 0%، إن لم يكن هتبقى خسران 3 أو 4% كمان. طبعًا المعلومة دي لأي حد بيحب الدهب، ودايمًا بيسمع إن الدهب ده السوبر هيرو اللي ما بيخسرش، ودايمًا بيسمع إن الدهب عمره ما بينزل، وده كلام فارغ. المعلومة دي بالنسبة له بلح، بيخش يقول إيه الهبد ده، وأنا اشتريت دهب في مش عارف إيه وبِعته بكام طلع مش عارف إيه بس هو لو فِهِم المعلومة صح، ولو فِهِم شرحها هي facts. يعني أنت لو دخلت على الchart بتاعة الدهب في الفترة اللي أنا ذكرتها دي، هتلاقي اللي أنا باقوله ده واضح جدًا ومرسوم، أي طفل صغير هيفهمه. في سبتمبر 2011 كان عند رقم، بعدها ب10 سنين في النُص نزل ورجع لنفس الرقم ده تاني، فأرباحك 0% وخسران التضخم اللي حصل في النُص. ولكن نرجع لموضوع إن الدهب ليه علاقة بالقوة الشرائية بتاعة العملة في البلد اللي أنت فيها. فأي حد مثلًا في مصر كان مشتري دهب في الفترة دي، هيبان على الورق إن هو كسبان مش خسران، بالرغم من انخفاض قيمة الدهب 40 و45% في الفترة اللي أنا ذكرتها دي. لكن علشان قيمة الدولار مع الجنيه مع السعر الدهب والحاجات دي كلها مرتبطة ببعض، بيبان إن أنت ممكن تبقى كسبان. خلاص. لكن لما تسمع شرح المعلومة هتفهم إيه اللي بيتقال بالضبط وبالأرقام. خلاص. فالفيديو ده خد هجوم كبير أوي. هو طبعًا خد ملايين اللايكات والكلام ده كله واتشاف ملايين المرات، لكن في النسبة برضه اللي هي بتاعة أنا مش فاهم حاجة بس باسمع كده فهاخش أزيط في الزيطة. فالناس دي ما باردش عليها. يعني عملت لهم فيديو تاني بيشرح الconcept ده وبيشرح الfact دي بالأرقام لأنها حقيقية 100%، وبيشرح حصلت إزاي وكده على دروس في الفلوس يعني على القناة، في شرح كامل للقصة دي. بس للي ما بيفهمش الشرح، لأن أنا باقول معلومة تبان إنها صادمة،
فالناس تقول لك ده، وحد يخش يقول لي انت دارس ايه ولا انت درست ايه. انا دي بيبقى نفسي انطلق فيها واقول له انا لو قلت لك انا درست ايه ولا الشهادات اللي عندي ايه هنحتاج تلت ساعه، بس بوفر على نفسي القصه دي كلها. هقول لك مثل اخير على موضوع الناس اللي بتتكلم في اللي هي مش فاهمه فيه، وبيبقى عندهم حاجه اسمها دانين كروجر ايفكت، ان هو عارف جزء صغير من المعلومه فبيفتكر ان هو عارف حاجات كتير قوي، مع ان هو اللي ما يعرفوش اكتر بكتير قوي من اللي هو يعرفه. فكنت قريت كتاب لعمرو موسى اسمه كتابيه، وليه جزء تاني اسمه سنوات الجامعه العربيه، وليه لسه جزء تالت اعتقد هينزل. الكتاب ده هو فيه معلومات طبعا كنوز، فيه معلومات كتيرة جدا عن كواليس السياسة المصرية وعن كواليس الخارجية وعن كواليس تعامل مصر مع الدول اللي حواليها وكده. فهو بيديلك أمثلة بتستخلص من الكتاب حاجات زي إيه، إنه إحنا كدولة في قرار معين عايزين ناخده، هنعمل مشروع معين أو هناخد قرار معين في حاجة مؤثرة في البلد. خطوات تنفيذ القرار ده أو خطوات الوصول للقرار ده إيه، انت مش متخيل كميه الحسابات اللي بتتحسب علشان القرار ده يطلع. مثلا افترض انا ما بحبش اتكلم في السياسه خالص، لكن دي نقطه هامشيه على جانب السياسه، يعني انه احنا قررنا ان احنا هنعمل كوبري جديد في منطقه جديده مثلا. تمام. عشان القرار ده يتاخد، طيب احنا يا جماعه هنشوف الكوبري ده هيتكلف كام، فلازم ننسق مع وزاره الماليه. طب وزاره الماليه عايزين الفلوس دي، لا الفلوس دي علشان ناخدها لازم نستلفها من البنك الفلاني. طب البنك الفلاني ده عشان يدينا الفلوس، البنك ده مطلع قرض للدوله الفلانيه، والدوله الفلانيه دي واخده القرض ده عشان تبني بيه مبنى عندهم مش عارف ايه. طب المبنى ده علشان يتبني لازم ناخد راي الجيولوجيين في المش عارف ايه، وعلشان نعمل ده خلي بالك ان ده هيأثر على عمليه مخابراتيه بتحصل في البرازيل عشان العميل بتاعنا على علاقه بحد من المسؤولين عن بناء واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، كل ده لازم يتاخد في الحسبان عشان في الاخر نطلع بقرار احنا هنبني كوبري ده ولا لا. يوم جاي لك بقى بعد شويه، يا جماعه احنا قررنا ان احنا هنبني كوبري ده او مش هنبني مثلا. يوم جاي لك واحد قاعد بالشبشب على القهوه بيشيش في حي مش عارف ايه، يقول لك لا والله هم ما كانش المفروض يعملوا كده يا نهار اسود، ده ايوه انت في 8000 بني ادم و8000 فاكتور تدخلوا في ان احنا عشان نوصل للقرار ده اللي هو ممكن يعجب ناس كتير وممكن ما يعجبش ناس كتير. لكن خطوات اتخاذ القرار دي انت ما تعرفش كل حاجه عن الهيستوري اللي كان ورا فكره ان انا هاخد القرار ده، وقاعد متجعس كده ومش فاهم اي حاجه، والله لا ما كانش المفروض يبنوا انت مين يا عم؟ انت تعرف ايه عن اللي حصل ورا الكواليس؟ فده نفس الكلام عن انه حد يخش يروح قايل لك تعليق على فيديو انت عامله وهو مش فاهم 99% من اللي ورا احداث الكلام ده. انا عندي مع ده مشكلتين. اول مشكله، وانا بشوفها مشكله شويه اخلاقيه يعني طبعا هو كل واحد حر يعني يقول اللي هو عايزه يعني. بس انا بالنسبه لي مثلا، انا دخلت على الشانل بتاعت فؤاد صدقي، لقيته بيقول كلام ما عجبنيش، هسكيب، بالظبط هروح للي وراه يعني. بالظبط. ها؟ ايه اللي يخليني اقف و... واتكلم؟ ممكن اقول رايي عادي جدا، لكن ايه اللي يخليني اشتم او اقول تعليق سلبي صح او مش 100%. عارف ايه؟ بص، مفيش حد ناجح هيضيع وقته في حاجه زي دي. فبالظبط، فانا بشوف ان مثلا ده على كل المستويات. يعني مثلا انا بستغرب الناس المعروفه والسليبرتيز وممثلين ومش عارف مين، الناس اللي بتخش تقول تعليقات سلبيه، الناس اللي بتشير مثلا حاجات. يعني انا رايح لحته تانية كمان، اللي هي الناس اللي بتشير حاجات للتنمر. مم. يعني النهارده انت استفدت ايه؟ يعني انا حد عارف نفسه طبعا لما اشوف الحلقه دي، هو التايم لاين بتاعه كله تنمر بس. مم. بقول له انت على المستوى الاخلاقي غريب جدا، وعلى المستوى الديني يعني انت بتاخد سيئات على حاجه اصلا وانت يعني ما استفدتش حاجه. النهارده انا لو شيرت صوره محمد جبر وهو مش عارف متركب له ايه، انت استفدت ايه وانت ما تعرفنيش اصلا يعني؟ صحيح. حتى مش هي مش انتقاميه حتى يعني. لا هو مفيش حد ناجح هيضيع وقته في حاجه زي كده. تخيل انت الشخص اللي بيخش يحط تعليق سلبي او الترولز او الهيترز او الناس دي كلها، ببقى عايز اقول له يعني هي بالانجليزي اللي هو جت لايف، يعني يا معلم بالظبط عيش يعني، حياتك، انت ايه اللي بتعمله ده؟ اتكل على مش الله يا عاجبك عم. امشي. عندك تعليق حتى لو كان سلبي بس ليه هدف من وراه منطقي بالظبط. حطه. انما انت داخل تشتم او داخل تقول تعليق سلبي او ما انت ضيعت منك على الفاضي ومحدش مهتم قوي بالرأي ده. يعني ما فيش حد ناجح هيضيع وقته في التنمر على الحاجات اللي من النوع ده. انا بتفرج على حاجات كتير جدا ما بتعجبنيش، بس مش هضيع وقتي في ان انا اخش او بالظبط خلاص يعني سكيب وخش غريبه على اللي جدا بعده يعني. واتفرج على غيره. بالظبط. في النقطه التانية برضو، فكره ان هو ما يبقاش عارف الفاكتس اللي ورا ده في قرار معين او في حاجه معينه او بتاع، يبقى احنا نقول اي كلام. صحيح
صحيح. يعني حد يقول لك ايه، والله احنا المفروض الجنيه ده عشان يعلى هنعمل ايه، يعني حتى هو ملوش دعوه بالاقتصاد، هو حتى كل واحد واحد بيبدي رأيه. يقول لك احنا الجنيه ده عشان يعلى مش عارف هنشغل قناه السويس بالدولار. ايوه انت يعني معلش انت شغال بناء على ايه؟ ايه؟ وانت شغال ايه فاهم ايه، يعني؟ انت دارس دخلك ايه؟ ايه اصلا ولا بتعمل ايه يعني؟ صحيح. ما حتى ان كنت بفكر ان مثلا ده صح ولا غلط ما ينفعش اقول مم. غير لما ابقى عارف هو ده صح ولا غلط اصلا. صحيح. بس كنا بنتكلم عن الاطفال مم. وعلى الوقت بتاعهم ان هم ما يضيعوهوش، فتنصح الاطفال بايه؟ نصايح سريعه كده. طيب، هو انا برضو مش خبير قوي في الاطفال، بس انا ممكن اكلم اللي اكبر منهم شويه، ممكن اكلم الناس اللي بتبتدي حياتها، ممكن اكلم الناس اللي ابتدت تشتغل وابتدت تعمل فلوس، ده مجال تخصصي اكتر. في شويه نصايح كده عامه تنطبق على اغلب الناس ومفيده جدا يعني. آه، الناس اللي وصلت للحريه الماليه، او الناس اللي عارفه انها تمانج حياتها فاينانشلي صح، بيتبعوا شويه قواعد كده برضو مش مكتوبه على الحجر، لكن مفيده لاغلب الناس يعني. من ضمن الحاجات دي انه live below your means. دايما يقول لك live below your means. يعني ايه؟ يعني عيش على اقل من اللي انت تقدر تعيش عليه، مش عيش على قدك، عيش على اقل من اللي انت تقدر عليه بشويه. انت النهارده تقدر تشتري العربيه اللي ب50، اشتري العربيه اللي ب45. انت تقدر تسكن ب10، اسكن ب8. خلي دي قاعده عامه في حياتك كده، انك تصرف اقل من اللي انت فعليا تقدر تصرفه. طبعا ده مختلف تماما عن انك انت تصرف ازيد شويه من اللي انت تقدر تصرفه، ده غلط تماما وحاول تتجنبه. فالقاعده بتقول اصرف اقل من اللي انت تقدر تصرفه. تمام. في قاعده تانية، دي انا بحبها جدا، انه spend what is left after saving, don't save what is left after spending. يعني اصرف اللي هيفضل بعد ما تحوش، مش تحوش اللي هيفضل بعد ما تصرف. اصرف اللي هيفضل بعد ما تحوش، فابتدي بالتحويش. في حاجه تانية، انه التحويش لوحده مش كفايه. التحويش ده خطوة علشان توصلك للاستثمار، عشان الاستثمار هو اللي ممكن يجيب لك فلوس. التحويش هيزود لك شوية فلوس على قد ما انت بتحط، لكن التحويش لوحده مش كفاية. فلما تحوش، حوش بهدف الاستثمار مش بهدف التحويش وبس. ومهم جدا لكل الناس اللي هي بالذات العائلات، او الناس اللي مسؤولة عن زوجة او زوج او اطفال او كده، مهم جدا صندوق الطوارئ. انه لازم يبقى عندك فلوس على جنب، دي احتياطي. وصندوق الطوارئ ده مش بتقعد تزود عليه فلوس طول عمرك، انت بتوصل لمرحله معينه انه ده يغطيني 3-6 شهور اللي جايين، فلو حصل ايمرجنسي، لو حصل حاجه، يبقى عندي ده جزء على جنب اقدر اعتمد عليه ان كيس اوف ايمرجنسي. انما مش بقعد احوش فيه على طول، يعني بتوصل لرقم معين وبعد كده بتوجه الفلوس دي لتحويش تاني او للاستثمار او غيره. فصندوق الطوارئ ده من ضمن الحاجات المهمه جدا لحياة مادية سليمة، ولحد بيبتدي حياته، انه وهو بيبتدي حياته وبيبتدي يبني مستقبله، يبني كمان صندوق الطوارئ ده معاه. صدقني النصايح كتير، بس هي بتزيد اكتر مع كل شخص على حسب كل موقف هو بيتحط فيه وكده. لكن نصايح التحويش، وانك انت تبقى عندك صندوق الطوارئ، وانك انت تعيش اقل من المستوى اللي تقدر تعيش فيه، كل دي نصايح بتساعدك انك انت مش توصل لاهدافك الماليه والكلام ده كله، بس بتغير الطريقه اللي انت بتفكر بيها. يعني مش شرط ان انا عشان معايا تمن الحاجه يبقى لازم اشتريها. وفي يعني هي بتتقال مشهوره قوي في امريكا، اللي هو keeping up with the Jones. keeping up with the Jones دي اللي هي ما تقعدش تبص على اللي حواليك، تقعد تشوف ده جاري جاب كذا فانا عايز اجيب زيه، ده فلان راكب عربيه مش عارف ايه، ده فلان عنده موبايل ايه فانا لازم ابقى زيه. الكلام ده مش صح. في احصائيات كتير قوي بتقول، في كتاب قريته اسمه The Millionaire Next Door، المليونير في البيت اللي جنبي او حاجه كده. بتقول لك ان معظم مليونيرات امريكا، لان هم عندهم statistics يقدروا يقيسوا عليها، مش يعني احنا الموضوع ده صعب عندنا شويه، لكن هم عندهم احصائيات يقدروا يبنوا عليها. معظم المليونيرات ما بتعرفش ان هم مليونيرات. بيبقى معدي جنبك راكب عربيه هوندا سيفيك موديل 7-8 سنين فاتوا، ويقدر يبقى راكب بنتلي، ويقدر يبقى راكب بورش، بس هو عشان بيفكر بعقليه المليونير ما بيفرقش معاك الكلام ده. انت عايز تبقى غني ولا عايز يبان انك غني؟ في فرق كبير قوي بين الاثنين دول. مش مهم انت شنطتك بكام، مش مهم محفظتك بكام، المهم جواها كام. خلاص. ففي ناس كتير قوي بتقع في الفخ ده، اللي هو keeping up with the Jones، وانا عايز ارتقي بمستواي الاجتماعي، عايز ابان ان انا غني، عايز ابان ان انا سعيد. طب ما تحاول تبقى غني، ما تحاول تبقى سعيد بجد. ولو بقيت سعيد ولو بقيت غني بجد، مش هتهتم بانك تبين ده، مش هتهتم بانك تبين ده. خلاص، لان هو جيفن عندك. يعني اتفرج على مارك زوكربيرج بيلبس ايه، اتفرج على آه آه اسمه ايه بتاع ستيف جوبز، كان هو طقم واحد، اللي هو ما عندوش وقت يضيعه في الكلام ده، هو طقم واحد وما بيغيروش. يعني مارك زوكربيرج على طول لابس التيشيرت الرمادي دي وجينز، التاني كان على طول لابس الهاي نيك السودا سودا. وجينز.
الناس دي مش محتاجه تثبت حاجه لحد، الناس دي وصلت، مش محتاج يثبت ده لحد. انما طول ما انت حاسس انك انت محتاج تثبت حاجه لحد، هتقعد في الاستراجل بتاع انا لازم ابان ان انا كذا، ولازم اعمل ان انا كذا، ولازم احط صور على الانستجرام كذا وكذا وكذا. وكلنا بنقع، او كتير مننا بيقع في الفخ ده. يعني انا كنت بقع في الفخ ده كتير، وممكن اكون لسه بقع فيه لحد دلوقتي. بس لازم الواحد يبتدي يخلي باله انه انت عايز تبقى غني ولا عايز تبان انك انت غني. حكمة اليوم. حكمة اليوم. لا هي ما فعلا حاول تبقى هي غني، مش لازم تحاول تبين انك انت غني. بالظبط. لا هي فعلا حاجة لازم الناس كلها تبدأ تتحرك فيها يعني. اه سؤال الأخير قبل ما نقفل القعدة الحلوة اللي أنا استفدت منها، واللي زي ما بستفيد منك دايما على طول، لو حد عايز يقعد معاك يعمل إيه عشان يقابل فؤاد صدقي ويقعد معاه ويستفيد من السيرفيسز اللي أنت بتقدمها والنصايح اللي أنت بتقولها؟ طيب، هو انا نفسي اقعد مع كل الناس اللي عايز تقعد معايا، وده شيء يشرفني ويسعدني. بس المشكله ان انا ليميتد بشويه حاجات اوت اوف ماي هاندز، يعني خارج ايدي. يعني انا عايش، انا مقيم في الامارات، وبشتغل اكتر مع دول الخليج والمنطقه اللي حواليا، لانه ده مجال تواجدي اكتر، والتنقل ما بين الدول دي سهل، وعندي مكاتب في اكتر من مكان هناك. يعني اسهل طريقه لو حد عايز يقعد معايا انا ممكن من خلال الويب سايت بتاعي fuadsiddiqui.com. في فورم صغيره كده بمعلومات بسيطه جدا، اسمه وعنوانه وتليفونه والكلام ده كله، وتقول لي انت بتدور على ايه، وبعدين بتملى الابلكيشن دي، وحد من المكتبي بيتواصل معاك ويحدد لنا ميعاد ونقعد مع بعض. بس احب اقول برضو انه في ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تقعد معايا، او ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تسالني على حاجات، بس انا ما اقدرش ادي نصايح عمياني كده. انا ما اقدرش اقول لك انت اعمل كذا وانت اعمل كذا وانت احسن حاجه ليك، ما ينفعش. لازم اقعد معاك بالورقه والقلم، والقعده دي ما بتبقاش قعده قصيره، يعني بنقعد مع بعض ساعه ونص، ساعتين، لحد ما استوعب كل موقفك واعرف انت عايز تعمل ايه. فللاسف المقابله دي ما بتنفعش مثلا حد يقول لي طب نعمل زوم، طب نتكلم في التليفون، طب ابعت لي مسج ولا تعليق، ولا ده هيبقى تهريج. فلازم نبقى قاعدين مع بعض. فعلشان كده انا ليميتد شويه في المكان بسبب ظروف الاقامه وكده. فاي حد في الامارات او في دول الخليج، انا بسافر دول الخليج كلها كتير، بشتغل مع كلاينتس هناك، او طبعا انا الهيد اوفيس بتاعي في دبي في الامارات. فعن طريق الويب سايت ممكن في رقم تليفون لو عايز يبعت واتساب، يا عايز يبعت ميتنج ريكوست من خلال الويب سايت دي، اسهل طريقه. من غير حسد، طيب الويتنج ليست عندك قد ايه؟ وقت صدقني قد ايه هو تقريبا؟ الطلبات موجوده كتير، وانا بحاول اوفق ده مع الكالندر. انت شفت الكالندر بتاعت شكلها عامل ازاي. انا بس المشكله ان انا على طول بيبقى عندي مذاكره، يعني جنب شغلي وجنب السوشيال ميديا وجنب ان انا فاميلي مان والكلام ده كله، انا بيبقى كتير قوي عندي مذاكره، فدي بتاخد وقت كتير من شغلي. بس يعني في خلال اسبوعين 3 بالكتير، ممكن اقل من كده، لو حد طلب ميعاد في خلال ممكن اسبوع 10 ايام نعرف نقعد مع بعض ونتقابل وندردش في كل الطلبات الماليه اللي ممكن تبقى عنده. طيب اتشرفنا بيك حبيبي، واتشرفنا بالقعده معاك، الشرف كله وان شاء ليا. الله نعمل حلقه تانية سنه وتالتة. يكون عندي بس الحريه الماليه، ابدا بقى ايه نبدا نتكلم في ليفل تاني هتوصل من لها، الاستثمار. هتوصل لها. يعني في اليخوت والحاجات دي، وربنا يسهل. اوكي، باخدني معاك بقى، مش عايز اجيب يخت. تمام، شكرا شكرا. وتشرفنا بيك. ميرسي يا جبر، ثانك يو سو ماتش. ربنا يخليك. اوكي، باي باي. باي.